هنعمل النهاردة منظف وملمع كمان للخشب مهما كانت الأخشاب اللي عندك نوعيتها أو مهما كانت لونها، سواء إذا كانت فاتحة أو غامقة. منظف النهاردة قوي جدا وهتعتمديه. لو الخشب عندك مطرب، الخشب مبقع، الخشب لونه غير، في دهون، عايزة أقولك هتعتمدي وصفة النهاردة. منتج النهاردة ينافس منتجات موجودة كتير جدا في السوق، هتعمليها من مكونات موجودة عندك في المطبخ. حرفيا هتخلصي الوصفة وتقومي حالا تنفذيها. بس لو أول مرة تشوفيني أتمنى تنزلي حالا في التعليقات وتقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وادعمي القناة بلايك واشتراك في القناة. وتعالي نخش على الوصفة. مكونين حرفيا موجودين في كل بيت وهم أساس الوصفة. معايا ليمونة كبيرة، ومعايا كوبايه من خل الطعام العادي جدا، وفي شفشق الخلاط هتجيبي لي. انا هنا استخدمت ليمونه متفرزه عندي حجمها كبير، تقدري تستخدمي اي عدد من الليمون موجود عندك، ليمونتين 3 على حسب الكميه اللي انت عايزاها. وهتحطيها بقشرها زي ما هي، وهتنزلي بكوبايه من خل الطعام، الخل اللي موجود في كل بيت ايا كان تركيزه. تمام، واضربيهم ضرب جامد جدا لغايه ما ينعموا في شفشق الخلاط. ما الوصفه ما فيهاش نقطه ميه حرفيا، ومصفى ناعمه جدا، ما تنزليش اي شوايب. ولو حسيتي ان في شوايب نزلت يا ريت تعديها كمان مره على المصفى، عشان لما تحطيها في البخاخه ما تبوظش معاكي البخاخه. صفيتها مره واتنين واتاكدت ان ما فيهاش اي شوائب. تمام، هنا الخليط خام، ما فيهوش اي اضافه ميه، مجرد الخل علشان هو اللي يحرك الخلاط. تمام، ومعايا الكمين شايفاها. تقدري تستخدمي اي نوعية زيت عندك، حتى لو زيت التومين كمان اللي موجود في كل بيت. انا هنا استخدمت زيت زيتون بكر. عايزة اقولك ان اي نوعية بتنفع، حتى لو زيت بتاع الاطفال. تمام، هتاخدي منه معلقتين 2، وحدش يقولي بيزيت وبيلم اتربه. هاخد معلقتين من سائل الاطباق او صابون المواعين، اي ماركه موجوده عندك، حتى لو اللي انت بتشتريه من بره هتاخدي لي منه معلقتين. وهنا فايدته تعملي دمج كده، بحيث ان الزيت تاثيره موجود بس مش هيطفو كده على السطح بتاع المنظف. يعني انت مش محتاجه كل ما تيجي تستخدمي الوصفه تقعدي ترجي فيها. الصابون هيخليه ان هو يبقى متجانس معاكي، وفي نفس الوقت انسي موضوع ان هو يطرب معاكي. هاخد هنا معلقة شاي من كربوناته او صودا الخبز، وهنا فايدتها علشان يبقى معايا منظف، اي بقع اي دهون موجودة في الاخشاب يشيلها معايا. تمام، خلطته كويس جدا في البداية، لان اول ما انزل بخليط الخل والليمون هيحصل فوران، فخليط الكربونات كويس جدا في البداية، وبعد كده انزلي بالمكون اللي احنا ضربناه في الخلاط. هيحصل فوران، فاعملي حسابك كده على طبق يكون حجمه كبير شوية عشان الوصفة ما تدلقش معاكي. لو حجمه صغير حطي طبق زي ما انا عملت كده. هيحصل فوران، ما تعبهوش دلوقتي في البخاخة، اصبري لما الدنيا تهدى كده معاكي، مفيش ثواني الفوران هيهدى. هتبتدي حضرتك تعبيه في بخاخة، هوريكي شكله دلوقتي اول ما يهدى. تمام، قلت تمام كتير قوي. المهم، وحشتوني جدا جدا جدا. نكمل وصفتنا. كده الدنيا هديت معايا خلاص، نقدر نقول ان وصفتنا خلصت. بس احنا بقى عايزين نعطرها ونخلي الخشب ريحته جميلة كده وحاجة قمر. في اي نوعية زيت عندك، زيت ليمون، زيت لافندر، زيت ورد، اي زيت، وبس ما تحطيليش برفان، لان البرفان بيبقى فيه كحول، والكحول بيضر الخشب لانه بيعمل زي بقع. يعني لما كنا بنحط الكحول بتاع المنظف اليدوي بالصدفة نقطتين كده وقعوا عندي على التسريحة، فخشبها بدأ يحصل له كده لون، تغيير في لونه. فانا نصيحة مني اوعي تحطي برفانات عشان فيها مادة الكحول. هنحط كده في البخاخة، والريحة بقى ما اقولكيش قمر. قمر لكل اللي بيشاهد منكم، وكل اللي هتنزل حالا وتحط لي تعليق قمر زيها. تعليلي بقى على الخشب الفاتح. والله انا ما بمسحتش التراب، انا معايا حتتين من القماش، قماشة برش بيها، برش بالبخاخة وامسح اول مرة كده. تمام، وبتلم كل التراب، وقماشة تانية كده اعيد بيها وامسح كويس. وعايزة اقولك ان وصفة النهاردة جبارة، بس استخدميها صح. ترشي كده بالبخاخة وتمسحي الأتربة وكل حاجة، ومعاكي قماشة قطن كده أو ميكرو فايبر
اي حاجه كده تكون عندك بتدي لمعه حلوه، وتلفي على الخشب بعد ما تبتدي تبخي اول مره وتمسحي التراب. عايزه اقول لك ان المسحه التانيه دي هتدي ضوء حلو جدا. هتلم لك بقى الاتربه، وهنا استخدمتها كمان على الرخام، كانت تحفه. وهنا استخدمتها على الالوان الفاتحه من الخشب. عايزه اقولك ان هي الناس اللي طلبت مني وقالت لي عايزه وصفه للخشب الفاتح، تقدري تعتمديها لكل انواع الاخشاب اللي موجوده عندك، سواء اللي هي مدهونه اسطر او لاكيه او اي دهان. وكمان تنفع للمطبخ، وتنفع كمان للسرير الحديد. الناس سالتني قبل كده لسرير الحديد والبوابات الحديد، تنفع لكافه كل شيء، لان كل مكوناتها حرفيا قويه جدا. سواء الليمون مع الخل، الليمون مع الخل في حد ذاته منظف قوي جدا، بيشيل اي دهون موجوده عندك. بالاضافه ان احنا حطينا له معلقتين الزيت اللي هيدوا اللمعه القمر اللي هتشوفيها. واوعي تحسي ان انت في لحظه هتحسي ان في تراب. انت هتنضفي الخشب مره واحده بس كل كام يوم، وهيفضل بلمعته. والناس اللي جربت وصفاتي وعارفه قد ايه هي فعاله هتقدر تحكم بنفسها. وصفه النهارده تقدري تنفذيها حرفيا. خلصي وصفتي وقومي حالا نفذيها، واستنى رايك. وما تحطليش يا ست الرايك الا لما تجربي وصفتي وتشوفي قد ايه هي فعاله. الخشب هيرجع حرفيا معاكي بيبرق. عارفه يعني ايه تعملي بخاخه؟ مش هتكمل معاكي حاجه خالص، وفي نفس يعني تكلفتها مفيش تكلفه، لانها كلها موجوده حرفيا في البيت. مين ما عندوش ازازه البرفان الصغنونه الزيت دي اللي بتبقى موجوده في كل بيت؟ مش عايزه تحطي معطر؟ بلاش يا ست، اكتفي بالوصفه لغايه كده. مين ما عندوش ليمون وخل في البيت؟ مين ما عندوش اي زيوت موجوده عنده في البيت؟ حرفيا كل حاجه موجوده. والله العظيم انا ما بديكي وصفه الا ما بكون واثقه منها. وصفه النهارده ما فيهاش اي ضرر على الخشب، لان حرفيا من سنين جدا جدا انا ما بستخدمش الا هي. انا ما بشتريش اي منظفات من بره غير المكونات اللي بعمل بيها وصفاتي. تمام كده. والخشب والابواب كلها هترجع حرفيا جديده معاكي. بص المطبخ كميه دهون، لان الضلفتين دول موجودين جنب البوتاجاز. بص الدهون عامله ازاي، اظن هي واضحه لوحدها. ونقيت لك اسوأ حاجه في الدهون موجوده في ضلف المطبخ عشان تقدري تحكمي بنفسك. بصي بقى، لو انت عندك الدهون القويه دي في المطبخ، هترشي كده وباي ليفه ناعمه. انا دي قطعه من الليف اللي احنا يعني هو بتاع الاستحمام، طريه ناعمه ما تجرحش الخشب. ما تحطليش حاجات خشنه والخشب يتجرح وتدعي عليا. بالله عليكي حطي حاجة ناعمة كده، مجرد تفركي الدهون وكل حاجة هتبقى زي الفل. افركي كده الدهون، وتجيبي حتة قماشة وقطعة من القماش كده، وتبتدي تمسحي مسحة كويسة جدا كده لغاية ما تلاقي الخلطة ملهاش اي اثر على الخشب خالص، مش سايبه اي نقط ولا حاجه. وشوفي اللمعه والنظافه اللي على الخشب. وخلصت الوصفه، ودعوه حلوه من قلبك.